هنصدع لغاية ميعاد المباراة، هنقعد شهر ونص في صياح لغاية ميعاد المباراة. النادي الأهلي بيقع مع الهلال السوداني في دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا. قرعة تبان سهلة لكتير من الناس، لكن احنا يا جماعة هنقضيها صياح شهر ونص لغاية ميعاد المباراة. المباراة هتبقى مباراة الذهاب هتبقى في القاهرة يوم 1 إبريل، ومباراة العودة هتبقى يا إما في موريتانيا أو في بنغازي في ليبيا يوم 8 إبريل. لسه ما تحددش ملعب مباراة العودة. بس احنا مشكلتنا الأساسية مع الهلال السوداني كمية الصياح اللي بتطلع منهم ومن جماهيرهم قبل ما يلعبوا النادي الأهلي، ومدلل الكاف ونادي القرن بالمحسوبية، ونادي القرن الحقيقي هو نادي الزمالك، وخد من عندك ده بقى كتير. بس كمستوى فني النادي الأهلي يقدر يكسب الهلال السوداني، ولكن خلي بالك المباراة صعبة جدا على النادي الأهلي، علشان الهلال السوداني معاه مدير فني مخضرم جدا. المدير الفني الكونغولي اللي معاه مدير فني مخضرم في دوري ابطال افريقيا، وكمان الفريق قدم مستويات جيده جدا في دور المجموعات. المشكله بقى كمان مش هنا، ان انت ان شاء الله لما تتخطى الهلال السوداني هتقابل الفايز من الترجي وسان داونز، وكده يا معلم انت رايح في سكه صعبه جدا. بالنسبه لمباراه الترجي وسان داونز، مباراه الذهاب هتبقى خارج القاهره، ومباراه العوده هتبقى في القاهره. واذا النادي الاهلي ان شاء الله تاهل للنهائي، النهائي يا جماعه لو النادي الاهلي في النهائي، النهائي هيبقى خارج مصر. مباراه الاياب في النهائي هتبقى خارج مصر، الا اذا بيراميدز لعب النهائي. لو بيراميدز لعب النهائي مباراه الاياب هتبقى في مصر. لكن المباراه لو الاهلي في النهائي، المباراه هتبقى في الجزائر او المغرب او جنوب افريقيا، اياب الدور النهائي. وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله هنقدر نهزم الصياحين. بس انا قلقان من حاجه واحده في المباراه دي، هي سكان فيصل. هيحصل ايه في فيصل يوم المباراه؟ السلام عليكم.